بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن موضوع مهم جدا، خاصة لمدخلين البيانات والاتش ار، وهو ازاي افصل النص اللي في خلية واحدة واوزعه او افرغه الى عدة خلايا، وازاي اجمع النص اللي في عدة خلايا واخليه في خلية واحدة. ده هنشوفه مع بعض مع المثال اللي معانا، مثال بسيط. طبعا احنا بنتكلم لو في حجم داتا كبير، فاحنا بناخد بس مثال بسيط نوضح فيه الموضوع ماشي ازاي. دلوقتي انا لو عندي الاسم جايلي بالشكل دوت ومطلوب مني ان انا افرغ الاسم في الاسم والاسم الاب والجد. فاول طريقة هنا هنعمل حاجة، هنعلم على العمود بتاعنا وندخل على التاب بتاع داتا، وهخش على تكست تو كولوم وهعمل ديليميتد واقول له نيكست سبيس، وادوس. لو ما دوستش سبيس ادوس سبيس والاقيه هو راح مقسم لي الخلايا، واقول له نيكست. هتبدا الامتداد بتاعك منين؟ فهقول له هبدا الامتداد بتاعي من هنا، واقول له فينيش، اقول له اوكي. ظهر لي بالاسم ده، الاسم الاولاني احمد، والاسم الاب ممدوح، واسم الجد احمد. طيب ده بالنسبة لي ازاي افصل النص اللي في خلية واحدة الى عدة خلايا. طيب لو انا جاني الداتا بالشكل ده او البيان بالشكل ده، ان الاسم مفصول عن الاب مفصول عن الجد، فالمفروض ان انا بجمع الاسم بالكامل. فهستخدم هعمل معادلة اللي هي ركزوا معايا يا جماعة. هعمل يساوي، هروح رايح على الاسم الاول واروح عامل شيفت 7 اللي هو اند، وافتح كوتيشن واخد مسافة واقفل الكوتيشن تاني. ليه انا عملت الكوتيشن وفتحت؟ عشان ده نص، وانا عايز الاسم ميبقاش لازق مع بعضه. لو ما خدتش مسافة مع النص هيبقى الاسم لازق في بعضه. واروح عامل اند برضو تاني، واروح رايح على الاسم التاني، واروح رايح واخد اند، واروح عامل شيفت كوتيشن ومسافة وشيفت كوتيشن، واروح عامل اند، واروح رايح على الاسم التالت، واروح دايس انتر. ظهر لي الاسم مجمع في خانة واحدة، واروح عامل سيلكت بكل بساطة. طبعا انت بتتكلم لو عندك 200 اسم 300 اسم بالشكل دوت، هتبقى الموضوع بالنسبة لك سهل جدا. ده تاني حاجة احنا كنا بنتكلم فيها، اللي هو ازاي تجمع النص اللي في عدة خلايا وتجمعه في خلية واحدة. طيب الحاجة التانية بقى اللي احنا بنتكلم فيها، لو انت جالك بيان مثلا عمودي كده، فانت بس انت عايز لو انا خدته يعني مثلا مثال كده، انا عايز الاسم جاي لي، وبعد كده الميل، الاسم، بعد كده الميل، بعد كده الاسم، بعد كده الميل، بعد كده الاسم، بعد كده الميل. طيب هو المفروض بيقول لي انا عايز الخلايا دي او الترتيب دوت يبقى بالعرض، يبقى بالعرض، يعني الاسم هنا والميل هنا، الاسم هنا والميل هنا بالترتيب. طيب لو انا جيت جربت مع الكوبي بيست سبيشال او كوبي بيست ترانسبوز، هاجي اعمل كده مثلا كوبي، واروح جيت وقفت هنا مثلا وعملت بيست سبيشال وعملت ترانسبوز، هيظهر لي بالطريقه دي، هيجي لي بالعرض. تمام. طيب انا عايز الاسم يجي هنا والميل يجي هنا، ازاي الكلام ده؟ تعالوا مع بعض هنعمل حركه كده بسيطه. اول حاجه هقول يساوي، واروح رايح عامل كده اوكي، واروح رايح هنا يساوي، واروح عامل الياهو اوكي، واروح جاي هنا يساوي على محمد، اقول له اوكي، وهنا بيساوي الياهو واقول له اوكي. طيب انا لو جيت بقى عملت سيلكت كده، هياخد لي بقى عمرو، بعد المفروض بعد محمد عمرو وبعد كده سيد. ولو جيت خدت كده تلاقي لي محمد تاني، عمرو تاني، عمرو تاني، سيد. الباقي الداتا مش مظبوطه. طيب اعمل ايه بقى عشان الداتا تظبط معايا؟ هعمل حاجه شيء هنا كده، انا ايه 15، ايه 17، ايه 16،
ايه 18. تمام. هاجي هنا كده على الخانة دي بتساوي ايه 15. هاجي على يساوي دي هنا كده واخليها حرف مثلا اتش. اوكي. وهاجي هنا كده واخلي دي حرف الاتش برضو، وهاجي هنا واخلي دي حرف الاتش كده، وهاجي هنا واخلي دي حرف الاتش. ليه انا عملت كده؟ عشان يسمع نص. النص دوت لو عملته كده هياخد بالترتيب، يعني هنا 15 هنا 17، المفروض ياخد 19. تمام. اللي هو عمرو، وبعد كده ياخد 21. فلو نزلت كده خد 19 وخد 21. طيب وهنا 18 المفروض ياخد 20 و22. تمام كده. كده ايه الترتيب بتاعي ماشي مظبوط. طب انا هعمل ايه في الكلام ده نص كده. انا بقى هعمله معادلة. ازاي المعادلة؟ هروح رايح على هوم و فايند سيلكت، وهدوس فايند وهقول له ريبليس. يعمل لي ايه بقى يا عم؟ هات لي حرف الاتش ده وخليه يساوي. تمام. واقول له ريبليس اول، واقول له اوكي. راح ظاهر لي بالفعل علي قصاده الميل بتاعه ياهو، محمد ياهو، عمرو اوتلوك، وسيد وتميل. رتبها لي بنفس الترتيب اللي انا عايزه. وده كان موضوع حلقتنا النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو انت اول مره بتتفرج علينا فما تنساش تشترك في القناه، وما تنسوش دعم القناه بتفعيل الجرس واللايك والشير. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.